تصدقني لو قلت لك إنك خلال شهور ممكن تشتغل من بيتك؟ ومش بس كده، ده أنت ممكن تدخل من 1000 ل 2000 جنيه في الساعة الواحدة، ومع الخبرة الرقم ده بيزيد كمان. والمفاجأة إن كل اللي محتاجه لابتوب وإنترنت بس. النهارده هتعرف ليه مجال تحليل البيانات بقى من أهم مجالات العمل في 2025، وليه كل الشركات من أصغر ستارت أب لأكبر مؤسسة بتدور على محللين بيانات شاطرين. مش لازم تكون خريج حاسبات معلومات ولا كمبيوتر ساينس، ومش لازم تكون نابغة في الرياضيات، ومش محتاج تبدأ كورس 100 ساعة. كل اللي محتاجه إنك تفهم الفكرة، وده اللي هنعمله النهارده. كل قرار في أي شركة مبني على البيانات: مين بيشتري، إيه اللي بيتباع، إيه اللي محتاج يطور، ومين العميل اللي لازم نركز عليه. وفوق كده في أسئلة تانية كتير، زي مين أكتر عميل بيكسبنا، إيه المنتج اللي لازم أوقف إنتاجه، وإيه الحملات اللي بيتصرف عليها كتير وما بتجيبش نتيجة. واللي يعرف يجاوب الأسئلة دي صح يكسب الشركة فلوس كتير جدا، بيوفر عليها مصاريف ضخمة. والشخص الوحيد اللي بيقدر يعمل ده هو محلل البيانات، الشخص اللي بيحول الأرقام لقرارات. خليني أعرض لك مثال سريع. تخيل إن عندك شركة بتبيع منتج بثلاث إصدارات: بيزك وستاندرد وبريميوم، وأنت فاكر إن الناس بتشتري البيزك لأنه الأرخص. لكن لما محلل البيانات يدخل يشوف الأرقام، يلاقي إن البيزك اللي أنت فاكر إنه بيكسبك بيتصرف عليه تسويق أكتر ما بيكسب، وإن أكتر إصدار عليه شراء هو الستاندرد، وأعلى ربح جاي من البريميوم. بمجرد ما تعرف المعلومة دي هتعرف إنك لازم تقلل إعلانات البيزك وتركز تسويقك على الستاندرد والبريميوم، وده بيخلي أرباحك تزيد ومصاريفك تقل في نفس الوقت. هي دي قوة تحليل البيانات، بيانات بسيطة بس بتغير قرارات مصيرية. خليك معايا وكمل الفيديو للآخر عشان هعرفك ازاي تدخل المجال ده وتبتدي منين خطوة بخطوة. بس قبل كده لازم نفهم شغل محلل البيانات عامل ازاي أصلا. تخيل إن عندك كمية ضخمة من البيانات: أرقام مبيعات، زيارات مواقع، تقييمات عملاء، مخزون، حملات تسويق. كل ده موجود بس ولا حد فاهم منه أي حاجة. هنا بقى بيجي دور الديتا اناليست، انه يعمل اربع مهام. اول مهمه بيعملها انه بيجمع المعلومات من كل مكان في الشركه، من المبيعات، التسويق، العملاء، المخزون والخ. تاني مهمه انه ينظفها من الاخطاء، يشيل التكرار، يصلح الغلط، يظبط الفورمات. بعدين يدخل على مرحله التحليل ويطلع منها انماط: ايه اللي بيزيد، ايه اللي بيقل، فين المشكله، فين الفرص. ويقول للإدارة ببساطة في شكل رسوم بيانية وداشبوردز: بصوا، ده اللي حصل، وده اللي بيحصل دلوقتي، وده اللي ممكن يحصل بعدين لو مشينا بالخطة دي. الموضوع مش أرقام وخلاص، ده أساس أي قرار بيزنس ذكي، لأن الشركات النهاردة محتاجة محللين بيانات عشان تفهم أدائها الحقيقي، تعرف بتصرف فلوسها فين، وتاخد قرارات قوية توفر وقت ومجهود، وفي الآخر تكسب فلوس أكتر. دلوقتي خليني أقول لك حاجة مهمة جدا. عندنا أربع أنواع أساسية لتحليل البيانات، وكل نوع ليه دور مختلف في البيزنس. أول نوع هو التحليل الوصفي، الديسكريبتيف أناليتكس، وده ببساطة بيجاوب على سؤال: إيه اللي حصل؟ مثلا إن مبيعات الربع اللي فات زادت 20%، وده بيديك الصورة زي ما هي بدون أي تفسير. تاني نوع هو التحليل التشخيصي، الدايجنوستيك أناليتكس، وده بيجاوب على سؤال: هو ليه حصل؟ زي مثلا إن الزيادة حصلت عشان حملة التسويق في القاهرة جابت نتائج عالية. هنا بقى بنفهم الأسباب مش الأرقام بس. تالت نوع هو التحليل التنبؤي، البريدكتيف اناليتكس، وده بيجاوب على سؤال: ايه اللي ممكن يحصل الفترة اللي جاية؟ زي مثلا بناء على بيانات السنين اللي فاتت متوقع زيادة 10% في المبيعات الشهر اللي جاي. ده اللي الشركة بتستخدمه لتوقع السوق والمستقبل. رابع واخر نوع هو التحليل التوجيهي، البسكريبتيف اناليتكس، وده اصعب واقوى نوع لانه بيجاوب على اهم سؤال، وهو: طيب هنعمل ايه بقى؟ واشهر امثله هي الانظمه اللي بتغير سعر التذاكر واسعار البنزين واسعار الطلبات بشكل تلقائي حسب الطلب، ودي حاجه اسمها دايناميك برايسنج، وهو بيعتمد بالكامل على التحليل التوجيهي. ركز معايا في اللي جاي، لاننا ببساطه هنشرح ايه اللي بيحصل جوه اي مشروع تحليل بيانات، وازاي انت كمان تقدر تعمل نفس الشغل ده بنفسك. اي مشروع تحليل بيانات سواء بسيط او ضخم بيمر بنفس المراحل. تخيل نفسك ماسك خيط المشكله وبتتبعه لحد ما توصل للاجابه. اول خطوه في تحليل البيانات انك تفهم المشكله نفسها، تعرف ايه السؤال اللي الشركه محتاجه تجاوب عليه. هل عايزين يعرفوا ليه المبيعات قلت، او مثلا يتوقعوا المبيعات الشهر اللي جاي؟ اسال السؤال الصح وانت كده حليت 50% من التحليل. بعد كده بتحدد الكي بي ايز، وهي اختصار لكي بيرفورمانس انديكيتورز، مؤشرات الاداء الرئيسيه، دي اللي بتقيس عليها النجاح. المؤشرات دي زي معدل التحويل، الارباح، عدد العملاء الجدد. دي المؤشرات اللي هتفضل تبص عليها طول المشروع، ومن غيرها مش هتعرف تقيم اي قرار. المرحلة الثالثة هي جمع البيانات، سواء جمع البيانات من قواعد بيانات، من مواقع، من اكسل شيتس، من ابلكيشنز. كل ده لازم يتجمع في مكان واحد، ودي اهم مراحل تحليل البيانات، لان البيانات هي اساس كل حاجة، وجودة التحليل مبنية على جودة البيانات اللي داخلاله. وبعد ما نجمع البيانات بيبدأ الشغل الحقيقي،
اننا ننظف الداتا. بننظف البيانات باننا بنشيل القيم الغلط، بنشيل التكرار، بنشيل الارقام الشاذه، لان 90% من تحليل الغلط سببها داتا مش نظيفه. بعدها بقى بتيجي مرحله التحليل نفسه. بنبدا ندور على الانماط، ايه اللي بيزيد، ايه اللي بيقل، هل في ارتباط بين عاملين. وهنا بنستخدم ادوات زي الباور بي اي، الاكسل، الاس كيو ال، بايثون. وفي الآخر بتحول كل ده لقصة مفهومة، بتحولها باستخدام داشبوردز، تقارير، برزنتيشنز اللي بتساعد الإدارة تاخد قرار أقوى. دلوقتي احنا وصلنا لأهم نقطة، وهي إنك إزاي تدخل المجال ده وإزاي تبدأ خطوة بخطوة. خليني أقولك الطريق المختصر من غير لف ودوران. أول خطوة لازم تبدأ بيها هي أساسيات البيانات والمايكروسوفت إكسل، وتقدر بكل بساطة تبدأ معانا في سلسلة أساسيات الإكسل اللي ظهرت لك دلوقتي على الشاشة، وهتلاقي لينك البلاي ليست في وصف الفيديو. السلسلة دي هتمشي معاك من الصفر، من أول إزاي تتعامل مع الخلايا وترتب الداتا وتعمل فورمات وتعمل شارتس بسيطة عشان تبقى جاهز للخطوة اللي بعدها في تحليل البيانات. بعد ما تفهم اساسيات البيانات واساسيات المايكروسوفت اكسل، تقدر تتعلم الاس كيو ال، لان الاس كيو ال هو اللغه رقم واحد لاي داتا اناليست. هي المفتاح اللي هيدخلك لاي داتابيز، وهي اللي هتخليك تسحب الداتا وتفلترها وتجهزها للتحليل. ولو مش عارف تبدا اس كيو ال منين، انا مجهز لك بلاي ليست على القناه هتمشي معاك خطوه بخطوه من الصفر. هتلاقي سلسله الاس كيو ال ظهرت لك دلوقتي على الشاشه، وكمان لينك البلاي ليست موجود في الوصف. بعد كده تقدر تدخل على باور بي اي. هنا بقى بتبدأ المرحلة اللي بتربط كل شغلك ببعضه. الباور بي اي هو اكتر أداة الشركات بتعتمد عليها علشان تشوف التحليل في صورة واضحة، وده المكان اللي هتبني فيه الداشبوردز اللي الإدارة بتاخد قراراتها على أساسها. ولما تكون واقف على رجليك تقدر تبدأ في البايثون. مش لازم تبدأ في البايثون من أول يوم لأنها مرحلة متقدمة شوية، لكن أول ما تفهم تحليل بيانات وتشتغل بإيدك، البايثون هيفتح لك الباب للتحليل التنبؤي ومحاكاة السيناريوهات وبناء موديلز أقوى بكتير من الأدوات التقليدية. وده المستوى اللي فعلا بيخلي الشركات تبدأ تشوفك سينيور ماتيريال. ولو حابب تبدأ بايثون خطوة بخطوة، أنا مجهز لك سلسلة على قناتنا بتشرح البايثون بطريقة بسيطة وواضحة. هتلاقي البلاي ليست بايثون ظهرت لك دلوقتي على الشاشة، وكمان لينك البلاي ليست موجود في الوصف. بعد ما تكون اتقنت كل الادوات دي مرحله انك تبني بورتفوليو، ودي اهم خطوه. انك تعمل من 3 ل 5 مشاريع حقيقيه على بيانات حقيقيه او داتا جاهزه، وحط شغلك ده على لينكد ان عشان اول ما تقدم في شغل يبقى عندك حاجه بتتكلم عنها. اخر خطوه انك تقدم على شغل ريموتلي او فريلانسر او فول تايم، وتقدر تشتغل بالساعه، ومع كل مهاره جديده سعر الساعه بيزيد وفرصتك بتكبر. ولو اشتركت في القناة وفعلت الجرس، هتلاقي انك مش محتاج غير لابتوب وانترنت ووقت صغير كل يوم تتعلم معانا. هنتعلم ونطبق خطوة بخطوة، من اول فهم الداتا لحد ما تعمل الداشبوردز وتقدر تدور على شغل من بيتك. الفرصة موجودة، والشركات كل يوم بتدور على حد بيفهم بيانات، واللي هيبدأ النهاردة هو اللي هيبقى له مكان بكرة. المجال كبير والطلب عليه في مصر والسعودية والخليج والعالم كله بيزيد كل يوم. اشوفكم في فيديو جديد.